السلام عليكم. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على أسرار نجاح تربية السلاحف. يعني بمعنى أصح لو أنا لسه مبتدئ وعايز أربي سلاحف أو سلحفة أو اتنين أو أكتر، إيه اللي المفروض أعمله عشان أضمن إن أنا بربي تربية سليمة. هنتفرج على الفيديو من البداية للنهاية، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك ويتك على زرار الجرس عشان يوصله كل جديد. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا ما ننساش نصلي على سيدنا محمد. وهقول لكم نعمل ايه. طبعا دلوقتي السلاحف نايمة، فانا حبيت اجيب لكم انا بعمل معاهم ايه بالظبط من اول ما بيصحوا لغاية ما بيرجعوا يناموا تاني. ايه اللي الخطوات اللي انا بعملها والمفروض ان انا اهتم بيها، وهي اول حاجة النظافة. تمام. يعني ايه النظافة؟ النظافة في نظافة يومية وفي نظافة كل مثلا شهر مرة او كل شهرين. النظافة اليومية ان احنا نبتدي نشيل البواقي الاكل والفضلات بتاعة السلاحف. المعلقة دي انا جايباها من محل مستلزمات الحيوانات الأليفة. انا مش عارفة انا بعمل ايه بصراحة. انا لو بصطاد سمك كان هيبقى اسهل من كده بكتير، بس المشكلة عشان انا ماسكاها بايدي الشمال. نجرب كده بايدي اليمين. لا، فرقت بجد. طبعا انا بس عشان كنت بصور لكم ماسكه الموبايل بايدي اليمين وبستخدمها بايدي الشمال، فما كانش مظبطه يعني. بس هي على فكره جميله جدا ومريحه. هي بتاعت قطط، في الاول بيستخدموها للفضلات بتاعت القطط، بس انا لقيتها حلوه برضو جدا للسلاحف. حبيت اوريكم ده. طبعا النظافه اليوميه بنبتدي ناخد اي فضلات. انا طبعا سايبه البيت كده عشان اوريكم انا بعمل ايه. تمام. بعد طبعا ما بنظف البيت وبخلص من النظافة بتاعته، في بقى اللي هي النظافة الكاملة للتربة الكاملة. لو حسيت ان التربة فيها بواقي اكل وعايزة اهويها، ببتدي اجيب غربال او منخل على حسب ما حضراتكم بتسموه، وببتدي انخل التربة كاملة. وانا عملت لكم اكتر من فيديو. طب وايه تاني؟ نظافة السيراميكا اللي السلاحف بتاكل عليها، لازم نغسلها كويس جدا لما نحس ان هي ما بقتش نظيفة، لان طبعا هم بيعملوا عليها بول وهم بياكلوا. طب ايه كمان يا طنط نانا عشان نضمن تربية سليمة وشهية مفتوحة وصحة تمام؟ حمام المية. حمام المية ده سحر يا جماعة. بجد بجد سحر ورائع، بس لو احنا استخدمناه صح. يعني ايه استخدمناه صح؟ ده طبعا طشت. الطشت قال لي، الطشت قال لي، ده الطشت بتاع حماتي. قلت مفيش حاجة هتنفع تجيب السلاحف الا الطشت ده. طبعا اول حاجة لازم ابقى متأكدة ان السلاحف اللي عندي خالية من اي ديدان. ما ينفعش ان انا احط السلاحف كلها مع بعض في حمام ميه وتكون سلحفه مريضه لا قدر الله او عندها ديدان. بس انا طبعا عشان عارفه ان السلاحف بتاعتي ما شاء الله الله اكبر نظيفه وما عندهاش ديدان، فانا حبيت اعمل لهم حمام يعني جماعي. عشان ايه؟ يشجعوا بعض وكده. في اثناء وجود الشمس مهم جدا 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 ان احنا نعمل حمام الميه اثناء وجود الشمس. هنلاقي بقى السلحفه طلعت البروتين الزياده زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هو اللون الابيض اللي عامل زي الكريم او معجون الاسنان ده. بيطلع دايما مع الاخراج مع البول، وده مهم جدا اول ما بنحطهم في حمام الميه بنعمل كده. كمان لو السلحفه عندها امساك ما شاء الله، حمام الميه بيساعدها على الاخراج بسهوله جدا. كمان لو السلحفه عندها خمول او كسل، حمام الميه بيديها نشاط. طب ليه بنعمله اثناء وجود الشمس يا طنط نانا ولا يا مدام نانا؟ زي ما تحبوا. عشان طبعا نضمن ان السلحفة ما تجيلهاش برد، لان السلاحف لو استخدمنا حمام المية وما نشفناش السلحفة كويس، للأسف الشديد ممكن يجيلها برد. وانتوا عارفين مشاكل البرد كتيرة جدا وبتتطور، ممكن ندخل في متاهات تانية كتير قوي. طيب كمان ما ينفعش ان احنا نسيب السلحفة فترة طويلة في الشمس برضه، عشان موضوع الإجهاد الحراري. يعني مش ينفع أنا أحطها في المية واسيبها تحت إشعة الشمس مباشرة من غير ما أتابعهم. لا طبعا ده ما ينفعش. لازم أثناء الحمام أنا أكون قاعدة معاهم وبتابعهم. خلاص كده خلصنا الحمام، بنيجي بقى للوجبة الرئيسية اللي هو التنويع في الأكل. بعد ما نضفنا التربة ونضفنا السيراميك وادينا السلاحف الشاور التمام بتاعهم، هنبتدي بقى نحط لهم الأكل المتنوع. الاكل المتنوع بيدي الفيتامينات اللي ناقصه من جسم السلحفاه، ولازم نهتم بالجزر يا جماعه. الجزر فيه فيتامين ايه، مهم جدا 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 للسلاحف، لجهاز المناعه،
للجلد بتاع السلاحف، للأظافر بتاعة السلاحف، للعيون بتاعة السلاحف. مهم جدا جدا جدا، يعني مش قادرة اقول لكم، عشان في ناس بيقولوا ان الجزر ممنوع عشان فيه سكريات وكده. طبعا بصوا، التجربة حاجة والكلام حاجة تانية خالص. انا بنقل لكم الفيديوهات عن تجربتي انا الشخصية، مش كلام وخلاص. اصل الكلام حاجة والتجربة الشخصية حاجة تانية، وانا بحب انقل لكم التجربة الشخصية باستمرار. وطبعا التجربة خير دليل. فطبعا انتوا شايفين السلاحف عندي بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا الموت والحياة ده بإيد رب العالمين، وطول ما في كائن حي أكيد طبعا معرض إنه يتعب ويمرض ولا قدر الله يموت. ده طبيعي جدا، نفس ما بيحصل لينا إحنا شخصيا. بس أهم حاجة إن إحنا نعمل اللي علينا وما نأثرش اتجاهه، عشان ده يعني حيوان لا حول الله ولا قوة، ما بيعرفش يشتكي، ما بيعرفش يقول أنا تعبان، أنا جعان، أنا عيان. فإحنا اللي بنبقى مسؤولين عليه. طبعا بيجيلي للأسف الشديد حالات كتيرة جدا من المتابعين ويقولوا لي إحنا مثلا كان عندنا سلحفة وكنا مشغولين، أو كنا مسافرين وسبناها عند حد معرفش يراعيها كويس، وكنا بنذاكر مثلا فمعرفناش نراعيها، فالسلحفة ابتدت تمرض وتضعف. للأسف الشديد يعني لو ليها عمر وربنا فعلا يعني كتب لها عمر ممكن تعيش وتكمل، أما معظمهم للأسف الشديد بيموتوا من كتر الإهمال. السلاحف يا جماعة أهم حاجة الاهتمام بيهم. ما ينفعش إن احنا نجيب سلحفة ونقول عشان هي ما بتعملش صوت وملهاش متطلبات وملهاش وما بتتكلمش وما بتعملش، فخلاص احنا نجيبها ونسيب لها الاكل، كلت ما كلتش خلاص يعني. لا لا لا، لازم نتابع زي ما بنتابع اولادنا بالظبط في حياتهم. لازم نتابع السلاحف بالظبط، او اي كائن احنا بنربيه، عشان دي روح وهنتحاسب عليها. لازم ناخد بالنا جدا من الموضوع ده. طبعا بعد ما السلاحف بتاكل، شايفين طبعا حمام المية بيديهم نشاط، بس انا مش عارفة زقزوقة عايزة ايه بالظبط بصراحة. انا طبعا بطلعهم وبنشف كل واحدة. يعني بنشف كل واحدة لوحدها، يعني ما بنشفهمش جماعة. فأنا دلوقتي برصهم كده عند الأكل، هم بقى بيبقوا محتاجين يفوقوا شوية، وبعدين بيبتدوا بقى ياكلوا، بيبتدوا يتحركوا، بيبتدوا يمشوا. طبعا الشباك أنا دخلتهم زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في أوضة عندي فوق السطوح مبنية، عشان أحميهم طبعا من إشعة الشمس والمطر والحاجات دي. وفي نفس الوقت الأوضة دي فيها شباكين بيدخلوا هواء وشمس التهوية مهمة جدا جدا برضو للسلاحف، والشمس ده أساسي في تربية السلاحف. يبقى احنا كده هنقول النظافة، نظافة التربة ونظافة السيراميكا، النظافة بتاعة السلحفة نفسها، ان احنا نعمل لها شاور وننضفها من اي فضلات، ولو عندها اي افرازات او اي امساك او اي حاجة بتنزلها. كمان التنويع في الاكل مهم جدا. ما ينفعش ان احنا نعتمد نوع واحد بس، حتى لو السلحفة بتحبه ما ينفعش ان احنا نعتمد نوع واحد، لازم التنويع في الاكل ده مهم جدا. يا رب الفيديو يفيد حضراتكم، وان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات عايزيني اتكلم في الفيديو الجديد على موضوع ايه، وانا تحت امركم في اي اسئلة. السلام عليكم.